يجسد ميناء الداخل الأطلسي الذي يعتبر من الأوراش الهيكلية الكبرى المدرجة في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية التزام المغرب الراسخ تجاه عمقه الإفريقي وانخراطه القوي في الجهود الرامية إلى تعزيز أواصر التعاون والشراكة مع أشقائه في القارة. ويعتبر هذا المشروع الاستراتيجي المتميز الذي يأتي لتعزيز البنيات التحتية في جهة الداخل وادي الذهب إلى المواكبة والدفع بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية للمغرب مع إفريقيا، ليشكل بذلك دعامة رئيسية للاندماج والإشعاع القاري والدولي للمملكة. يتكون هذا المشروع من 3 أحواض. الحوض الأول هو ميناء لإصلاح السفن، والثاني هو ميناء صيد البحري. هذين الميناءين بعمق 12 مترا. ميناء الصيد البحري سيمكن من استيعاب 1,000,000 طن من المنتوجات البحرية، مما سيجعله أكبر ميناء للصيد البحري في المغرب. يلي هذين الميناءين ميناء تجاري بعمق 16 مترا، مما سيسمح باستقبال كبريات السفن التجارية في ميناء الداخل الأطلسي. هذه الأحواض الثلاثة سيربطها باليابسة جسر بحري بطول 1330 متر. يتكون هذا المشروع كذلك من منطقة لوجستية مينائية بمساحة 650 هكتار، تلي على بعد أقل من 7 كيلومترات منطقة الأنشطة الاقتصادية بمساحة 1000 هكتار.